بحب اتنين سوا، المية والهوا، من أجمل أغاني ليلى مراد. أتاري ليلى مراد كانت بتستخدم تكنيك مهم بنسميه في علم النفس stress inoculation أو التحصين ضد الضغوط، عشان تحمي نفسك مسبقا وتجهزيها لاستقبال أي أحداث أو مصاعب ممكن تقابليها. فجهازك العصبي محتاج يعمل ريتشارج من وقت للتاني. لو خصصتي لنفسك ساعة بس في الأسبوع في مكان هادي تفصلي فيه عن العالم، هتوقفي حالة الاستنفار اللي بيكون فيها الجهاز العصبي نتيجة الضغوط الحياتية واللي بتسبب لنا قلق وتوتر مستمر. المية والهواء والسماء والطبيعة دول من أجمل الوسائل اللي ربنا أوجدهم لنا علشان نعمل الريتشارج ده، ودي من التكنيكات أو المهارات اللي بنستخدمها في الإيموشنال ريجوليشن أو تنظيم الانفعالات لما بتكون انفعالاتنا عالية مش عارفين نتحكم فيها واقعين تحت ضغط. فكرته ببساطة ان انت بتملي الخزان النفسي بتاعك لما بتروحي للطبيعة وتفصلي تماما عن الهموم والمشاكل وتعيشي اللحظة بكل جمالها وتمتني ربنا على كل حاجة حواليكي. وده بيزود المرونة النفسية بتاعتك وبيكون عندك قدرة أعلى على تحمل المشاكل، امتصاص الصدمات، وكمان هيساعدك على التعافي منها بسرعة.